كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اقول لكم على كل الاخطاء اللي كل الناس بتقع فيها في رمضان، وكمان هقول لكم الحل في نهاية الفيديو. نفضل ناكل من الفطار لحد الفجر وما نديش جسمنا فرصة ان هو يهضم الاكل، وميه قليله جدا، وطبعا سكر ومقالي كتير، وبنستسلم للضغط النفسي اللي بيحط علينا المجتمع. مين عمل اكبر سفره، ومين حشى اكبر محشي، ومين اللي عمل اكبر فرخه، ومين اللي حط الكنافه على البسبوسه على الرز بلبن. كل ده ضغط علينا. وطبعا بنأجل الرياضه والتمرين لبعد العيد. طب ايه الحل؟ اننا ناخد وجبات فيها كل العناصر الغذائيه اللي جسمنا محتاجهم، وشرب على الاقل 3 لتر ميه في اليوم، ويكونوا متوزعين بين الفطار لحد السحور. ما نشربهمش كلهم مره واحده على السحور زي الجمل. وطبعا ناكل اللي بنحبه من غير حرمان، بس بالاعتدال. ولو هقولك على نصيحه واحده، فاطبخ كل اللي بتحبه بالطريقه الصحيه، او تاكل منه زي ما هو بس بكميات قليله وبالطريقه الصح اللي انا بعلمها للكلاينتس بتوعي. تابعوني هتلاقوا كل الوصفات اللي انتوا بتحبوها